ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي طلبت مني على جروب الواتساب مقارنة بين هاتف بوكو اكس 5 برو وبين هاتف سامسونج جالاكسي اي 53، هما دول الجهازين. هنعمل مقارنة، بس قبل المقارنة للناس اللي طلبت تحديدا الهاتفين دول، عاوز اقول لكم ان سعر البوكو اكس 5 برو اغلى من السامسونج جالاكسي A53. كمان حاجة تانية، وهي ان كرتونة السامسونج A53 زي ما انتم شايفين ما بيكونش معاها اي حاجة، بس التليفون وواير الشحن. اما البوكو اكس 5 برو داخل الكرتونة بيكون متواجد كل حاجة: كفر، حماية، شاشة، ادابتر الشحن، واير الشحن، كل شيء. خلينا نشيل الكرتونه ونتكلم عن المقارنه بشكل تفصيلي. يلا بينا عشان نعرف مين الافضل. ما تنساش الاول تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال اكتبه تحت في الكومنتات، ولو محتاج اي مقارنه برضو اكتبها في الكومنتات. اول حاجه هنبتدي بيها وهي التصميم بتاع الهاتفين، ده السامسونج A53 وده البوكو اكس 5 برو. التصميم بتاع الهاتفين واحد، الاطار الجانبي والظهر في الاتنين مصنوع من البلاستيك، فقط الشاشه هي اللي زجاج هنا وهنا. شبكات الاتصال سامسونج جالاكسي اي 53 وبوكو اكس 5 برو الاثنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني. بس في نقطة مهمة جدا اللي هي رقم 3، سرعة الانترنت. يعني مثلا السامسونج جالاكسي اي 53 سرعة الانترنت 3.6 جيجا بايت في الثانية الواحدة، اما البوكو اكس 5 برو اسرع شوية لانه 3.7 جيجا بايت في الثانية الواحدة كسرعة انترنت. بالنسبة لعدد الشرائح، الهاتفين اقدر اركب فيهم خطين في نفس الوقت، سواء البوكو اكس 5 برو او السامسونج جالاكسي اي 53. نروح على حاجه مهمه جدا فيهم هما الاثنين، وهي الشاشه. نبتدي بالبوكو اكس 5 برو. حجم الشاشه هنا 6.6 انش، نوع الشاشه اموليد، جودتها فول اتش دي بلس، ومعدل تحديثها 120 هرتز، واقصى سطوع للشاشه هو 900 شمعة. طبعا رقم كبير جدا، اقدر استعمل شاشه تحت ضوء النهار بشكل كويس. وكمان الجميل ان الشاشه دي عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5 علشان تحميها من الخبطات والصدمات. فيها خاصيه اولويز اون ديسبلاي، وخاصيه الدولبي فيجن، والاتش دي ار 10 بلس، وضع حمايه العين والوضع الليلي، وواحد مليار لون. اما لو رحنا عند الشاشه بتاعت السامسونج جالاكسي اي 53، فنلاحظ ان حجمها اصغر ولو حاجه بسيطه، لانه 6.5 انش، نوعها سوبر اموليد. برضو جودتها فول اتش دي بلس، ومعدل تحديثها 120 هرتز، وبرضو عليها نفس طبقه الحمايه من الجوريلا جلاس 5. بس اقصى سطوع للشاشه اقل لانه 800 شمعه، وبس فيها خاصيه اولويز اون ديسبلاي، والوضع الليلي، وضع حمايه العين، و16 مليون لون. طبعا واضح ان الشاشتين كويسين وممتازين، ولكن الاقوى فيهم هي شاشه البوكو اكس 5 برو. طب اشمعنى هي؟ لان سطوعها اعلى، وفي نفس الوقت فيها الاتش دي ار 10 بلس، وفيها الدولبي فيجن، وحجمها اكبر. الحاجات دي مش موجوده في شاشه الاي 53. يعني من ناحيه الشاشه البوكو اكس 5 برو هو اللي يفوز. النقطه رقم 5 وهي المعالج الموجود في البوكو اكس 5 برو اللي بيخليني ادخل واخرج واتنقل بين البرامج بسهوله هو كوالكوم سناب دراجون 778 جي، معماريه 6 نانو اوكتا كور. موجود في السامسونج A53 هو سامسونج اكزينوس 1280، معماريه 5 نانو اوكتا كور او ثماني النوايا. طبعا الاقوى هو السناب دراجون اللي موجود في البوكو اكس 5 برو. في ناس كتير عاقله عارفه الكلام ده، ولكن في ناس في الكومنتات هتلاقي واحد طالع كده هو الناصح والذكي وبيقول ان الاكزينوس بتاع السامسونج اقوى، وبيستدل على كلامه من اي يوتيوبر تاني عنده مليون مشترك. انت حر انت وهو. سناب دراجون اقوى من السامسونج اكزينوس اللي موجود في الاي 53 سواء شئنا او ابينا. خلينا نروح لرقم 6 وهي مساحه التخزين. زي بعض بالظبط، هتلاقي هنا 128 او 256، كذلك هنا 128 و256. هنا 6 رام او 8 رام، برضو سامسونج هتلاقيه في 6 رام و8 رام، يعني زي بعض. الفرق الوحيد بينهم ان السامسونج اقدر ازيد له ميموري كارد، اما البوكو اكس 5 برو للاسف ما اقدرش ازيد له المساحه. اما النقطه رقم 7 وهي نظام التشغيل، فاللي موجود في البوكو اكس 5 برو اندرويد 13. سامسونج اي 53 نظام التشغيل اندرويد 12 اقل منه بسنه، ولكني ممكن اعمل له ابديت. عدسه السيلفي المتفوق فيها هو السامسونج اي 53، لان عدسه السيلفي اللي موجوده هنا دقتها 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2 فيها وضع عزل خلفيه و اتش دي ار، ولكني اقدر اصور بها فيديو بتقنيه ال 2160 بكسل 4K وفيديو 1080 بكسل فول اتش دي. اما اللي موجوده في البوكو اكس 5 برو 16 ميجا بكسل فقط، فتحه عدسه 2.4 فيها وضع عزل الخلفيه وفيها اتش دي ار، بس الفيديو 1080 بكسل بس، اعلى جوده فول اتش دي. فبدون ما نحط صور للاثنين، يعني مش محتاج اي صور. الكاميرا الاماميه في السامسونج اقوى بكتير جدا من البوكو اكس 5 برو. طب خلينا نروح لنقطه مهمه جدا وهي الصوتيات. البوكو اكس 5 برو ده
موجود فيه 2 سماعه ستيريو، واحده هنا واحده هنا، سماعتين ستيريو، فالتليفون صوته عالي جدا. وكمان الجميل ان فيه منفذ للسماعه السلك الاي او اكس، ولكنه ما فيهوش راديو اف ام. سامسونج جالاكسي اي 53 برضو سماعه ستيريو، بس هي سماعه واحده بس مش 2 زي ما موجوده في البوكو، وكمان ما فيهوش اي منفذ للسماعه السلك الاي او اكس، وكمان ما بيدعمش الراديو اف ام. يعني الافضل في الصوتيات هو البوكو لانه فيه 2 سماعه ستيريو ومنفذ اي او اكس. بالنسبه للبطاريه، البوكو اكس 5 برو البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير، سامسونج اي 53 برضو البطاريه 5000 ملي امبير، ولكن البوكو بيتفوق في ايه؟ وهو ان قوه الشحن 67 واط، ده رقم كبير. اما السامسونج زي ما انتم عارفين اقصى قوه شحن له او قوه الشحن بتاعت الاي 53 25 واط فقط، فرق شاسع في قوه الشحن، ولكن الاثنين بيدعموا خاصيه ال NFC. النقطه رقم 12 والمهمه اللي بعدها هي مقاومه الماء والغبار. سامسونج جالاكسي اي 53 مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 67. معناه ايه؟ معناه ان اقدر احط التليفون السامسونج ده تحت الميه على عمق 1 متر ولمده نص ساعه كامله. اما البوكو اكس 5 برو برضه مقاوم للماء والغبار، ولكن بمعيار اقل، معيار الاي بي 53، يعني مقاوم لرذاذ الميه بس، ولكنك لو حطيته داخل الميه نص ساعه زي السامسونج طبعا هيخرب ويبوظ منك. يعني السامسونج افضل في مقاومه الماء والغبار. نقطه رقم 13 وهي المستشعرات، الاثنين واحد، التقارب، التسارع، البوصله والجيروسكوب، هنا زي هنا بالظبط. نقطه رقم 14 وكنت سايبها للاخر وهي الكاميرا الخلفيه. خلينا نبتدي بالبوكو اكس 5 برو. العدسه الرئيسيه دي دقتها 108 ميجا بكسل، وعندك عدسه ثانيه 8 ميجا بكسل بتاعت الالترا وايد انجل او الزاويه الواسعه، والعدسه الثالثه 2 ميجا بكسل بتاعت الماكرو، فيها تركيز تلقائي وبانوراما واتش دي ار وتقنيه الاي اي اس، وتقدر تصور بها فيديو 4K وفيديو فول اتش دي وفيديو سلو موشن. اما السامسونج اي 53 فعندك 4 عدسات مش 3، 1 2 3 4 مع الفلاش. العدسه الرئيسيه دقتها 64 ميجا بكسل فيها او اي اس، العدسه الثانيه 12 ميجا بكسل زاويه واسعه و5 ميجا بكسل ماكرو و5 ميجا بكسل عزل الخلفيه. برضو فيها تركيز تلقائي وتثبيت بصري وتقريب رقمي لحد 10 اكس وبانوراما واتش دي ار، واقدر اصور بها فيديو 4K وفيديو فول اتش دي، وفيها تقنيه الاي اي اس وفيديو سلو موشن. اداء الكاميرا قريب قوي من بعضه، نفس الهاتفين بيطلعوا نفس جوده الصوره. طيب احنا استفدنا ايه من المقارنه دي او مجمل المقارنه ايه؟ البوكو اكس 5 برو افضل فيه المعالج والشاشه، سرعه الانترنت، الصوت الخارجي والبطاريه. السامسونج اقوى في الكاميرا ومقاومه الماء والغبار. اما لو انت بتسال عن رايي الشخصي والاتنين متاحين قدامك، انا قلت لك في اول فيديو ان الاي 53 سعره اقل، لكن لو الاتنين موجودين قدامي اكيد هشتري البوكو اكس 5 برو. مش معنى كده ان السامسونج اي 53 وحش او شركه سامسونج سيئه، لا، ولكن طالما انتوا طلبتوا المقارنه دي وتحطوا الاتنين في مقارنه، بناء عليه الاكس 5 برو هو اللي يفوز، خاصة ان فرق السعر بينهم ما هوش كبير قوي. فتوكل على الله اللي سأل على المقارنة واشتري البوكو اكس 5 برو. لو حد عنده اي سؤال يكتبه لي تحت في الكومنتات. اشوفكم في مقارنة جديدة انتوا طالبينها، والسلام.